ازيكم عاملين ايه؟ انا يوسف محمود وهكون معاكم النهارده في سيشن مهمه جدا من SLI Ambassadors Program، واللي هنتكلم فيها عن حاجتين مهمين جدا. الجزء الاول هنتكلم فيه عن الكارير مايند سيت والعقليه الخاصه بالمسار المهني بتاعنا، وكمان هنتكلم مع بعض عن الديجيتال بريزنس او التواجد الرقمي ودوره في سوق العمل حاليا. خلينا نبدأ على طول بأول جزء، وهو احنا هدفنا ايه من السيشن دي. هدفنا هو كالآتي: أولا نتكلم ايه هي أصلا الكارير مايندسيت أو عقلية المسار المهني الخاص بكل واحد فينا، واللي بطبيعة الحال بتكون مختلفة ولكن فيها حاجات كتيرة مشتركة. وهنتكلم عن شوية جوب ماركت رياليتيز أو حقائق عن سوق العمل هنكتشفها مع بعض. ممكن يكون بعضها مشهور، ممكن يكون بعضها في حاجات بتأفكت الطريقة اللي بنتعلم بيها أو بنشتغل بيها. واخيرا هنتكلم مع بعض عن الديجيتال بريزنس وازاي نبني تواجد رقمي في العالم الحالي عشان نقدر من خلاله نكتسب المهارات المطلوبة، نظهر بالشكل المطلوب، ونقدر ان احنا نوصل للبوزيشنز او المراكز اللي احنا عايزينها. خلينا في الاول نتكلم عن الكارير مايندسيت ونفهم ايه هو اصلا. الحقيقة ان الكارير مايندسيت هي واحدة من الجمل اللي بقت موجودة او شائعة بشكل كبير في الوقت الحالي، وهي ببساطة الطريقة اللي احنا بنفكر بيها نحو المسار المهني او الكارير بتاعنا. ببساطة كل واحد فينا عنده تخيل للكارير بتاعه، سواء في الحاجات التكنيكال او نون تكنيكال سيان في الحتة دي، ولكن كل واحد فينا بيتخيل ان انا عندي تراك عايز امشي عليه، هو مرسوم اوريدي وانا همشي عليه بالظبط. والحقيقة ان دي اول صدمة بنتصدم بيها لما بنبقى موجودين في سوق العمل، وهي ان مسارنا المهني او الكارير بتاعنا في ups and downs كتير، وفي مطبات، وفي كمان نقدر نقول يو تيرنز بتحصل في بعض الحالات. ولكن الحاجة الوحيدة اللي لازم نكون دايما مقتنعين بيها ان الكارير مش فيكسد، مش ثابت، وبيحتاج ان احنا نتطور ونتعلم بشكل كبير عشان نوصل للاند جول، بغض النظر عن الراوت اللي احنا هنمشي فيه او الطريق اللي هنمشي فيه. ونقدر نقول ان الكارير مايندسيت بتتجسد في ان احنا نكون عندنا جروث مايندسيت. طب احنا خلصنا الكارير مايندسيت عشان نفهم الجروث مايندسيت. الحقيقه ان الجروث مايندسيت هو كونسيبت اقدم شويه من الكارير مايندسيت، وبيتكلم عن ان المهارات بتكتسب وتتطور من خلال التعلم المستمر وبذل المجهود، على عكس ما في حاجه تانية هنتكلم عنها هي الفيكسد مايندسيت، اللي شايفه ان لا، هو الشخص بيبقى عنده مهارات اساسيه او عنده بعض السكيلز اللي دايما بتكون معانا وهي جيفن للشخص، ولكن الحقيقه ان ده ما بيحصلش. هي كل المهارات اللي بنتعلمها واضح ان احنا بنتعلمها بنتطور فيها. وكمان بنتكلم عن ان اي شخص عشان يبني مسار مهني ناجح او كارير فعلا كويس لازم دايما يكون فلكسبل، لازم يكون مرن. هتلاقي في بعض الاحيان انت بتتعلم حاجات ممكن ما تكونش شايفها في الصورة الحالية مناسبة للكارير بتاعك، ولكن مع الوقت بنبعد اكتر عن النقطة دي او البيكسل اللي في الصورة دي، ونبص عليها من سكوب اعلى من فوق، فبنكتشف ان هي فعلا كانت مهمة عشان تبني لنا الصورة النهائية الخاصة بالكارير بتاعنا. وبطبيعة الحال مع التطور اللي بيحصل في الوقت الحالي في الماركت اللي موجود، ودخول الاي اي ودخول التكنولوجيز المختلفة، فسوق العمل نفسه بقى فيه متغيرات سريعة جدا. هتلاقي ادوات بتطلع، ادوات بتختفي، مهارات مطلوبة، مهارات بتختفي. فلازم دايما اكون ادابتبل، اقدر ان انا ادابت او اتكيف مع المتطلبات الخاصة بالسوق. فلو انا قدرت اوصل للمرحلة دي ان انا شايف ان في مهارات كتير انا عايز اتعلمها، وشايف ان انا قادر ان انا اتعلم وابني المهارات دي حتى لو هي بتتغير بسرعة، انا بحاول اواكبها بنفس السرعة، هنا انا كده يبقى عندي كارير مايند سيت. زي ما كنا قلنا احنا عايزين نوضح الفرق ما بين الفيكسد والجروث مايند سيت. ببساطة نقدر نقول ان الفيكسد مايند سيت هي ان الشخص بيكون مؤمن ان القدرات والمواهب هي حاجة فيكسد ثابتة ما بتتغيرش. ده شاطر في الديزاين هيفضل طول عمره شاطر في الديزاين وانا مش عارف اوصل له. حد تاني شاطر في مثلا الكود، فهو دايما هيكون شاطر في الكود وانا مش عارف اوصل له. الحقيقه في الوقت الحالي بالذات مع وجود الاي اي، موضوع ان احنا نطور مهاراتنا بقى اسرع بكتير جدا. وحتى انا مش لازم اوصل لنفس المهاره بتاعته اللي هو بيتعلمها في الكود على سبيل المثال، على قد ما انا ممكن اسبقه من خلال تعلم تكنولوجيز جديده زي الفايب كودنج والبرومبت انجينيرنج وهكذا. طيب دي كده العقليه الثابته او الفيكسد مايند سيت. ايه بقى هي الجروث مايند سيت؟ الجروث مايند سيت ببساطه هي ان انا اقدر اديفلوب واقدر ان انا اغير في السكيل اللي عندي واطورها بشكل كبير. طب هل في فعلا ناس مش بتؤمن ان هي
عندها مهارات تقدر تطورها. والحقيقه الموضوع ما يكونش مباشر قوي كده، بمعنى ان انا ما بقولش ان انا مهاراتي ثابته ما بتتغيرش، ولكن باكت upon ده. يعني هتلاحظوا ده في بعض الناس اللي هي لما بتبقى في وظيفه معينه هي بتحس ان هي خلاص مستريحه في الوظيفه دي، مش محتاجه تطور حاجه، مش محتاجه تعمل اي حاجه، هتكمل في نفس الكارير وهتكمل في نفس البوزيشن لفتره وبعد كده تترقى وهكذا. ده شكل غير مباشر للفيكسد مايند سيت، لان ببساطه هو الشخص ده شايف ان خلاص انا هقف هنا والدنيا هي اللي هتمشيني، مش انا اللي هليد، مش انا اللي هبدا اتعلم واتطور عشان اكبر. على العكس تماما، الاشخاص اللي بنقابلهم في حياتنا اللي بيكونوا دايما عايزين يطوروا ودايما عايزين يروحوا للحته الاحسن، هم دول الناس اللي عندهم الجروث مايند سيت، واللي نامل ان احنا كلنا نكون معاهم. فببساطه زي ما قلت، الجروث مايند سيت والفيكسد مايند سيت بيفرقوا كتير جدا في التطور بتاعنا، وبنلاحظ الفروقات بتاعتهم على المدى القصير وعلى المدى الطويل. دايما الناس اللي عندها فيكسد مايند سيت هي دايما بتحاول تلوم الاخرين اكتر ما تلوم نفسها، لان هي شايفه ان هي وصلت لساتوريشن، مش عارف نطور اكتر من كده. بينما الجروث مايند سيت مش بيلوم نفسه على قد ما بيقول ان انا ممكن اكون وقعت في حاجه او ما نجحتش فيها، فانا عايز اشتغل عشان انجح فيها المره اللي جايه. طب تفتكروا ليه بقى الجروث مايند سيت هي ده كي تو سكسس او مفتاح النجاح؟ ببساطة لو وصلنا للمرحلة دي هيكون عندنا 3 حاجات أساسية هتوصلنا للمرحلة اللي احنا عايزينها. أولا، إن أنا بما إني شايف إن الموضوع فيه مساحة للديفلوبمنت، فأنا دايما بأكسبت نيو تشالنجز أو بقبل التحديات الموجودة، ودايما بتعلم من الحاجات اللي بتحصل، سواء مشاكل أو عدم نجاح أو فشل في بعض الحاجات. فأنا مش دايما ببقى مستسلم للفشل ده، لأ، أنا بشوف إزاي أقدر أعديه المرة اللي جاية. لأن الفشل مش إن احنا نقع، طبيعي إن احنا نقع، الفشل إن احنا نقع وما نعرفش نقوم، او نفضل قاعدين في نفس المرحله لفتره طويله. طيب تاني حاجه هتكون عندنا هي ايه؟ هي البريزيستنس او المثابره. يعني لما تبقى عندي مشكله، انا مش بفضل واقف محلي ما بتحركش، لا، ببدا افكر ازاي احلها، ببدا استعين بناس. ودي نقطه مهمه جدا. الجروث مايندسيت بتديلك سماحيه ان انت تتعلم من الناس، تفهم منهم اكتر، تخليهم يساعدوك، لان احنا هنا عشان نسهل الامور على بعضنا بشكل اساسي. ودي يعني نصيحه خارج الاطار، ولكن مهم قوي ان لو اي حد سالني على اي معلومه ما بخلش عليه بيها، لان غالبا هيكون في حد قبله ما بخلش عليا بمعلومه، وحتى لو حد بخل ما بقاش على نفس الشخص ده. طيب تالت نقطة، وهي ان الجهد يؤدي الى الاتقان. يعني ايه؟ يعني محدش فينا يتخيل ان هو من اول ساعتين هيتعلم فيهم HTML او كودينج او ايا كان هيبقى بيرفكت كودر او هيبقى عارف كل حاجة. الموضوع ما بيجيش كده اكيد. الموضوع بيجي بوقت ومجهود كبير جدا وريبيتيشن كتير جدا عشان اوصل لدرجة الاتقان المطلوب. لان ببساطة لو انا اول مرة انحت تمثال، فانا طبيعي هطلع حتة صخر ما ممكن ميبقاش فيها اي تفاصيل، ولكن مع كل مرة بشتغل بحفر في الصخر حرفيا، بقدر اطلع نسخ احسن واحسن لحد ما اوصل للجودة المطلوبة. وده بينطبق على كل المهارات اللي ممكن نتعلمها. مش اول مرة هقعد مع ال AI هفهم هو بيشتغل ازاي، مش اول مرة هعمل مثلا ديزاين معين هيطلع احسن حاجة، لا، الموضوع دايما فيه لايرز كتير جدا عشان نوصل للمرحلة دي. يمكن كلنا بنشوف النتيجة النهائية وما بنشوفش البروسيس اللي وراها، ولكن تأكدوا ان كل نتيجة حلوة وراها لايرز كتير وكتير من الجهد. طيب تعالوا نبص مع بعض ازاي بقى نطور الجروث مايند سيت اللي احنا بدأنا نتكلم عنها دي. اول حاجة لازم اكتشف انا مين اصلا. هنا يجي سؤال، يعني ايه اكتشف انا مين؟ يعني لازم تفهم نفسك اكتر بكتير. حد يقول لي انا عارف نفسي، انا بعمل كذا وكذا وكذا، ولكن الحقيقة ان احنا مش كلنا فاهمين نفسنا بشكل كويس. وهنا بيجي دور الثلاث اسئلة دول. اولا لازم اقعد مع نفسي كده وابدا اكتشف مين انا اصلا. حد يقول لي دي بسيطه، ما انا عارف انا مين. لا، مين انا بليفل اوف ديتيلز كبير. يعني تعرف، اكيد عارف اسمك وعارف تفاصيلك. انا بتكلم الشخص ده هو مين دلوقتي، بيعمل ايه دلوقتي، وعايز يوصل لايه كمان شويه. يعني انا بتكلم ان انا مثلا طالب في الكليه في سنه كذا، او خريج كليه كذا، ودلوقتي انا بتعلم واحد اتنين تلاتة، وشايف ان انا حابب ان انا اكون الفترة الجاية اكون شغال في كذا وكذا وكذا، عايز اوصل للمكان ده، عايز اعمل كذا. كل دي حاجات لازم ابدا اتكلم فيها مع نفسي، ولازم نكتبها، لان كتابة الشيء بتبدا ان انت تدركه وانت بتكتب اكتر. فدي اول نقطة. تاني نقطة هي ايه السترينث بوينتس او نقاط القوة اللي عندي.
هنا هرجع لنقطة مهمة جدا، وهي فكرة ان نقاط القوة اللي عندك مش شرط دايما تبقى انت شايفها، لان انت شايف من وجهة نظر معينة. في بعض نقاط القوة الناس شايفاها فيك ممكن ما تكونش انت مدركها ومش تعرفها غير لما تاخد فيدباك عليه. فمهم في نقاط القوة دي ما تبقاش بس محصورة على رؤيتك قد ما هي محصورة على رؤية الآخرين، لأن أنت كده فعلا بتكتشف ذاتك من كل المصادر الموجودة. تالت حاجة ايه هي اهتماماتي وقيمي، او الفاليوز اللي انا بشتغل بناء عليها. اهتماماتي سواء في الرياضة، في الفن، في اي حاجة، في المهارات، في الاجزاء دي كلها. والقيم او الفاليوز الحاجات اللي بتحركني. يعني انا لما باجي اشتغل او اتعلم حاجة بشتغلها ليه؟ هل بشتغل عشان انا حابب افيد الناس بشكل او باخر؟ هل بشتغل عشان انا عندي موتيف عايز اوصل له، عندي ريكورد عايز اوصل له، عندي كارير عايز ابدا فيه؟ كل دي فاليوز بتبدا ان هي تحرك. طيب عشان نعمل كده تعالوا نعمل اكسرسايز عملي كده دلوقتي. ممكن تبوز الفيديو وتبداوا تشتغلوا عليه، وهو ان احنا نجيب ورقه وقلم ونكتب. نفكر كده ونكتب مع بعض 3 مهارات انت شاطر فيها و3 مهارات نفسك تتعلم. وقفوا الفيديو واكتبوها وهنرجع بعدها. بعد ما رجعنا تعالوا نروح بقى للجزء التاني، وهو اللايف لونج ليرنينج او التعلم المستمر. عشان تطور الجروث مايند سيت محتاج ان انت ما توقفش ابدا، وما توقفش تعليم في اي وقت من الاوقات. ليه؟ لان التعليم او التعلم بشكل اساسي بقى في الحاله دي ما بيقفش عند التخرج. ما تبقاش فاكر ان انا عشان اتخرجت من الكليه فانا خلاص كده انا خلصت كل اللي عندي وبعد كده انا هشتغل بس. لا، انت لسه بتبدا الرحله. كل اللي احنا اتعلمناه في الكليه هو مجرد تمهيد للي جاي، لان اللي جاي هيكون اكتر جزء براكتيكال، واحتاج ان انا اتعلمه وجيت ادفانسد فيه او اتقدم فيه بشكل او اخر. تاني حاجة، التعلم هو استثمار في مستقبلك المهني. يعني ايه؟ يعني كل ما بتصرف على تعلمك وعلى جودة التعليم اللي انت بتاخده او التعلم اللي انت بتعمله بنفسك، كل ما بيأثر على مستقبلك. تخيل معايا كده شخص انفستد ان هو يتعلم مثلا مهارة معينة في الديزاين او الكودينج على سبيل المثال، او حتى الترجمة او ايا كان المهارة اللي احنا بنتعلمها، وشخص تاني اعتمد على حاجات الجامعة بس مثلا على سبيل المثال. في الحالة دي هنلاحظ فروقات كبيرة ما بين الاتنين، وهتلاحظ ان الشخص اللي انفستد في التعليم اللي هو بيعمله هيبقى عنده فرق، حتى لو مش ملحوظ في الاول، ولكن في نهاية المسار هتلاحظ الفرق ده. فلو عندك اي فرصة ان انت تستثمر في تعليمك ما تبخلش عليه باي شكل من الاشكال. طب عشان نعمل ده خلينا اقول لكم على 3 مصادر اساسية تقدروا تتعلموا منهم. وانا بتكلم على تعليم يعني انا بكتسب مهارة جديدة او بكتسب values او فكر جديد بشكل او اخر. اولا طبعا الاونلاين كورسز موجوده في كل حته. اي مهاره انت عايزها حرفيا هتلاقيها موجوده وبالمجان عامه في مواقع كتيره، او حتى على اليوتيوب هتلاقي في حد بيوصل لك المعلومه دي ولو باقل القليل. فدايما ما تبخلش على نفسك بحاجه زي كده، لان هي ده ريسورس مفتوح وموجود دايما. تاني حاجه قراءه الكتب والمقالات المتخصصه، دي ممكن اكتر في المهارات التقنيه. ان انا مش بس هبقى ابص على حاجات الاونلاين، لان حتى الاونلاين بيبقى ليه ليفل اوف ديبث معين. انا لو عايز اوصل فعلا للكور وللمصدر لازم ارجع تاني للمصدر الاساسي وهو الكتب او المقالات اللي موجوده. رابع مكان هو المؤتمرات والندوات، وده اكتر بيكون مش مجرد تعلم على قد ما هي تجربة تشاركية، ان انا بشوف الناس بقى وبشوف بيعملوا ايه وبيتكلموا ازاي، وازاي ان انا كوميونيكيت وابني نتورك او قاعدة بيانات وعلاقات هتفرق معانا كتير في المستقبل. لان ببساطة كل ما انا هبقى عايز اتعلم حاجة معينة عارف الكوميونتي وعارف الناس اللي بيعلموا وبيتعلموا المهارات دي، وده هيفرق كتير معايا قدام، لان كمان هيبقى عندي علاقة بالشركات اللي انا ممكن اشتغل فيها في المجالات دي على سبيل المثال. نروح بعد كده للجزء الخاص بالفلكسبيليتي والادابتابيليتي او المرونه والتكيف. خلي بالنا ان سوق العمل بيتغير بسرعه جدا. المهارات اللي كانت مطلوبه في 2020 اتلغت في 2021 و2022 مع ظهور الاي اي بشكل كبير. فالموضوع بقى دراماتيك وبيحصل بسرعه جدا، وهنلاحظ في الاوقات الحاليه في لاي اوفس بتحصل، في هايرنج تاني بيتم، وهكذا. فالقدره على التكيف مع التغيرات دي هي مهاره اساسيه. الشخص اللي مش هيعرف يتكيف هيقع. لو حد كان بيشتغل زمان على، يمكن حتى كنا بنقولها محو الاميه التكنولوجيه، يعني حد ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر كان بيبقى عنده مشاكل كتير. تخيل دلوقتي الشخص اللي ما بيعرفش يتعامل مع الاي اي ويستخدمه بقى عنده مشاكل كتير. فالقدره على التكيف، انا دلوقتي عندي اي اي تولز مختلفه هبدا اتعلمها وازاي اتعامل معاها، ده تبقى مين سكيل. عشان اتعلم حاجه زي كده هتعلم مثلا يعني ايه برومبت انجينيرنج، يعني ايه اي اي اصلا، ايه الفرق بين الاي اي والال ال ام،
الكلام اللي احنا بنسمعه حوالينا ده بيطلع فين او بيتعمل بيه ايه. كل دي حاجات لازم ان انا ابدا اتكيف معاها. وده هيولد لك حاجه مهمه جدا، وان انت هتعمل الفرص لنفسك، مش هتستنى ان حد يجيب لك الفرصه لحد عندك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفرص دلوقتي ما بتستناش، الناس كلها بتدور على فرص، وزي ما احنا شايفين السوق ممكن يكون في عناصر كتيره قوي، فضروري ان انا اللي اخلق نفسي الفرصه، مش استنى ان هي تجيلي لحد عندي. وخلي بالك ان زي ما انت بتسعى في غيرك بيسعى، وممكن يكون بيسعى باكثر اجتهادا كمان. فالمهارات اللي من انت بتتعلمها في حد تاني يتعلمها، فانت دايما لازم يكون عندك ايدج او عندك حاجة مختلفة عن الباقي، لان المهارات دي بتتغير يوم عن يوم، فانا لازم كل يوم ابقى بذاكر وكل يوم ابقى بادفانس فيها. طيب بالنسبة للتخطيط للمسار المهني، فضروري نبقى فاهمين ان الكارير بتاعنا مش ماشي in a straight line زي الصورة اللي على الشمال دي. في الحقيقة النجاح بتاعنا في الكارير او حتى البلاننج ما بيبقاش دايركت، بيبقى فيه عقبات وفيه زي ما قلت تيرن اراوندز وتيرن اوفرز وحاجات كتيرة بتحصل داخل الكارير. فخلي دايما الصورة اللي في اليمين دي في دماغكوا، لان ده اللي هيحصل، ودي هتبقى اول صدمة لما نبدأ نشتغل، ان انا هلاقي نفسي بروح اماكن وبستكشف حاجات ممكن ما تكونش كانت في السكوب بتاعي في الاول. ولكن خليك دايما موقن مع كل خطوة انت بتاخدها، ومع كل سواء دروباك او عقبة او حاجة بتحصل، ده بيساعد في بناء الشخصية اللي هتوصل للي انت عايزه في يوم من الايام. طيب خلينا اقول معاكم كونسبت مهم جدا وممكن يكون معظمكم يعرفه، هو السمارت جولز. لو محدش يعرفه، السمارت جولز دي ببساطة هي الاهداف الذكية. الاهداف دي بتنقسم ل او احد مميزاتها هم 5 حاجات. الاس والام والاي والار والتي هي حروف كلمة سمارت، كل واحدة بترمز لحاجة. عشان اعمل اي هدف ذكي لازم يكون اولا specific او محدد. ما بقولش ان انا عايز اكون مثلا بطل عالم. طب هو بطل عالم في رياضة ايه او في مهارة ايه؟ طب بطل العالم ده هتحددها بناء على مسابقة معينة ولا على ايه بالظبط؟ فلازم الهدف بتاعي يكون specific. على سبيل المثال انا مثلا مش عايز اطلع بروجرامر. طب بروجرامر بلغة ايه؟ بروجرامر وبروجكتس بتشتغل عليها عامله ازاي؟ كل دي حاجات لازم ابقى انا حاططها في دماغي، ولازم الهدف يكون سبيسيفيك او محدد. تاني حاجه ميجربل، قابل للقياس. يعني ما ينفعش اقول ان انا عايز اكون ناجح. طب ايه هو معيار النجاح؟ ما انا لازم اكون عارف لو وصلت لايه هبقى انا في كده ناجح، فلازم ابقى عارف اقيس ده او اميجر ده. تالت حاجه achievable، قابل للتحقيق. يعني الاحلام حلوه، ولكن لازم تكون الاحلام منطقيه واقدر احققها. برضه ما ينفعش اقول ان انا عايز ابقى اول شخص يطلع القمر. لا، الحقيقه ان في حد اوريدي طلع القمر. علشان نبقى برضه واقعيين، ما ينفعش اقول ان انا عايز اكون اكبر اي كوميرس بزنس وانا لسه ببدا. ده طموح حلو، ولكن في الاول الجول الاساسي ان انا ابني واستبلش الحاجه، بعد كده ابدا اوسع واكبر اللي انا عايزه. فلازم يكون الحلم ده اتشيفبل على المدى اللي انا بقيسه عليه. رابع حاجه هي ريليفنت او ذو صله. يعني ما ينفعش ان انا ابقى مثلا مركز في كارير خاص بالديزاين وفجأة سويتش ان انا عايز ابقى بكتب كتب مثلا. لا، لازم يكون حاجة ريليفنت، لازم يكون الحلم بتاعي قادر ان انا اصدقه. ما ينفعش ابقى انا كاريري كله مثلا او الحاجة اللي انا بعملها هي في الكودينج وفجأة اسويتش لحاجة بعيدة خالص. لا، لازم يكون الهدف اللي عايزه يكون قريب من اللي انا بعمله. واخيرا اخر حاجة هي التي، وهي تايم باوند او محدد بوقت. الاحلام حلوه، ولكن عشان اعرف ان انا اقيسها لازم اقيسها بوقت. لازم اقول ان انا مثلا على سبيل المثال الهدف بتاعي، تعالوا نحطه مع بعض سبيسيفيك. الهدف بتاعي ان انا هيبقى عندي شركه صغيره خاصه بالسوفت وير. طيب عشان تبقى قابله للقياس الشركه دي لازم تكون مثلا معاها في نهايه 2027 3 شركات شغاله معاها. ده كده قابل للقياس. achievable، قابل للتحقق، اللي انا اوريدي بتعلم بروجرامنج وعندي ناس شغاله معايا. relevant، نفس التراك اللي انا عايزه. واخيرا time bounded، انا حددت ان هي بنهايه 2027. كده انا معايا سمارت جول اقدر ابني عليه. فلازم واحنا بنعمل اي جول من الجولز بتاعتنا او الاهداف واحنا بنحطها قدامنا تكون فيها الفيتشرز دي كلها. طيب تعال ناخد اكسرسايز عملي كده. كل واحد فينا ياخد وقت يبوز الفيديو يكتب his own smart goal او اول هدف مهني خاص بيه بطريقة سمارت، ونرجع تاني نكمل الجزء اللي بعده.
في الجزء ده هنتكلم مع بعض عن النتوركينج وازاي نبني شبكة علاقات تفيدنا في المستقبل. طيب الاول تعالوا نسأل بعض ليه اصلا النتوركينج ده مهم. اولا تخيل معايا ان في فرصة عمل في شركة اكس، وان فرصة العمل دي بتنزل الاول للموظفين اللي موجود في الشركة عشان لو حد عايز يرشح حد في نفس الوظيفة. ففي الحالة دي النتوركينج وان انا اعرف ناس في الشركات ده هيفيدني ليه؟ هيوفر لي فرص عمل. طب مفيش فرص عمل، انا عرفت شخص في شركة اكس برضه، مش انا اقدر لو انا عندي سؤال في المجال بتاع ان انا اساله؟ هي انا كده عملت تبادل المعرفة بشكل او اخر. وكمان لو هو شخص كبير وقادر ان هو يسبورت مي ويديني الدعم المطلوب ويديني منتورشيب بشكل او اخر، فكده بقى انا بستفاد باكتر من طريقة. طبعا الاستفادة دي بتكون متبادلة على حسب مستوى النتورك او الريليشن شيب اللي ما بيننا وبين الشخص ده. فالعلاقات المهنيه مهمه جدا، نتوركينج واحده من اهم السكيلز اللي لازم تكون عندنا، لان ببساطه ده انفستمنت للمستقبل. كل ما تعرف على ناس اكتر في المجال ده، كل ما الناس دي لما بتكبر في المجال انت بتكبر معاهم وانت بيبقى عندك العلاقات الخاصه بيها. طب ازاي نعمل ده كده بقى؟ تعالوا نقول من خلال 3 حاجات. اولا لينكد ان هي اهم منصه لازم تكون عندنا كلنا كاشخاص بروفيشنال. ليه؟ لان هي حرفيا عليها كل الناس اللي انت ممكن تكون حابب تتواصل معاهم. فضروري تبني ملف او بروفايل جيد على لينكد ان في كل التفاصيل نقدر نطوره باستخدام الاي اي دلوقتي، ونبدا ان احنا نتواصل مع الناس في المجالات اللي انا مهتم بيها، مجال الاديوكيشن، مجال الكودينج، مجال الديزاين، مجال كذا مجال كذا، وابدا ان انا سيرش عن مين الناس المشهوره في المجال ده وابدا ان انا اوصل لهم او ريتش ذم اوت. تاني حاجه الايفنتس الخاصه بيه، او الفعاليات الخاصه بيه، مثلا الحاجات الخاصه بيه الايفنتس المهنيه، او لو احنا عندنا مثلا مؤتمر معين، كل ده بيفيدني ان انا بقابل الناس دي فيس تو فيس وابدا ان انا اتكلم معاهم واتعلم منهم. الجزء اللي بعد هو الفولنتيرنج او التطوع في المجالات الخاصه بالاهتمام بتاعنا. مثلا هتطوع في لجنه علميه وليكن عندها مؤتمر معين حسب التخصص بتاعي، او ايفنت محدد بيشترك فيه عدد كبير من الناس، فانا هتعرف على كل الناس دي بشكل او باخر وابدا ان انا اضمهم للنتورك بتاعتي. طب هنا بقى يجي سؤال، لو انا هتجه للاتجاه الخاص بالديجيتال او التواجد الرقمي زي لينكد ان ما اتكلمنا عليه دلوقتي، هل ده فعلا بيفرق في سوق العمل؟ خليني اقول لكم شويه حاجات اتغيرت من 2025 او 2026. ببساطه عندنا 3 حاجات، يمكن ده ظهر كمان بعد 2020 وبيبدا يكبر كل سنه. اولا الاي اي او الذكاء الاصطناعي واللي غير اللاندسكيب الخاص بالشغل بشكل عام. تاني حاجه الاوتوميشن او الاتمته، ان انا كل حاجه دلوقتي بقت بتتم من غير اي تدخل بشري. عادي ممكن تلاقي ان في حد باني سيستم كامل بيقدر ان هو يراجع كل الايميلات بتاعته ويبعت له كل التفاصيل بتاعته. لو في مثلا ويب سايت هو بيجمع عليه اوردرز على سبيل المثال، فبيجمعها بشكل اوتوماتيك بيوديها لشركه الشحن او يبعت لهم التفاصيل، كل دي بتتم بشكل اوتوميتد او بدون تدخل بشري خالص. وثالث حاجه هي الريموت ورك او العمل عن بعد. دلوقتي انت ما بقتش بتشتغل في شركه في نطاقك الجغرافي بس، لا، انت ممكن من مصر هنا تشتغل في شركه في استراليا، في امريكا، في كندا، في فرنسا، في المانيا، في اي حته في العالم حرفيا. في الحالة دي العمل عن بعد او الريموت ورك بقى حاجة جذابة، ولكن علت مستوى المنافسة، لان زي ما انت تقدر تشتغل في كل الدول دي، في حد موجود في بلاد تانية زي الهند او الصين يشتغل معاك في نفس الاماكن دي. وده معناه ان انا دلوقتي مبقتش بنافس خريجين الجامعة بتاعتي بس او الكلية بتاعتي، لا، انا بقيت بنافس حرفيا العالم كله. فهي دي غيرت اللاندسكيب الخاص بسوق العمل. طب ايه المهارات اللي انا محتاج ابدا اتعلمها بقى؟ الحقيقه ان في مهارات كتير موجوده، منهم حاجات هارد سكيلز او مهارات اوريدي نقدر نقيسها بشكل او اخر زي البروجرامينج او الكودينج، الديزاين، الاكاونتنج. وان كان الاكاونتنج دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير بوجود الاي اي، كل المهارات دي عامه بقت اسهل بكتير بوجود الاي اي. والسبيشال بروجرامز او البرامج الخاصه، طبعا كل واحد حسب تخصصه، سواء مثلا حاجات خاصه ب الرسم المدني او المعماري، حاجات خاصه بالتنفيذ، حاجات خاصه بالتصميم، كل دي حاجات او برامج كل واحد ادرى بيها في مجاله ويقدر يفيدنا بيها. طب ايه تاني محتاجه؟ يعني في حاجه اهم دلوقتي او بنفس درجه الاهميه من السكيلز الاساسيه بتاعتي، وهي السوفت سكيلز، المهارات
الناعمه او الحاجات الشخصيه والذاتيه. زي ايه؟ زي مهارات التواصل او الكوميونيكيشن، ازاي اتكلم مع الناس، ازاي ليد او المهارات الخاصه بالليدرشيب، النيجوشيشنز، البروبلم سولفينج. كل دي مهارات كنا بنفكر فيها انها حاجات زياده، ولكن في الحقيقه دي اهم حاجه الناس بتدور عليها دلوقتي. ليه؟ لان المهارات التقنيه تقدر تتعلمها بسهوله مش بصعوبه دلوقتي، ولكن طريقه تعاملك مع الناس وطريقه التفاوض والكلام والكلام ده كله فعلا هو اللي بيأثر، هو اللي بيخليك تترقى بشكل اسرع، لان انت عندك ما بيسموه دلوقتي البيبل سكيلز. احنا عندنا كلنا التكنيكال سكيلز، والاي اي يقدر يسهل في حاجه زي كده، ولكن مهاره التواصل مع الناس دي مش سهله ومش موجوده عند ناس كتير في الوقت الحالي. ف الجراف ده بيوضح لي حاجه مهمه جدا، ان مع مرور السنين استخدامنا للسوفت سكيلز بيزيد واستخدامنا للهارد سكيلز بيقل. يعني ايه؟ يعني ببساطه انا كل ما بترقى او بكبر ببدا ان انا اليد او ان انا اقود ناس معينه في الشغل بتاعي او في الشركه بتاعتي او ايا كان. فاستخدامي للمهارات التقنيه بيقل بنسبه، طبعا مش بيقل تماما لكن بنسبه معينه، ومهارات التواصل بتزيد اكتر واكتر. حاجات زي حل المشكلات، الناس بترجع لك دلوقتي عشان تحل لهم مشكله. الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، وازاي ان انا اخد كل فكره وابدا ان انا افصصها وافهم منها اكتر. وحاجه مهمه جدا يمكن دي من اكتر الحاجات الترندنج في الوقت الحالي، هو الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي. وازاي المهاره دي زي الامباثي او التعاطف دي مبقتش موجوده عند ناس كتير. الناس كلها بقت ستيف او جامده. لا، دلوقتي لازم تركز على المهارات دي، لان هي فعلا اللي هتخليك تبقى بارز اكتر ما بين الاجيال دي كلها. طب عشان برضو نبقى باصين في الصوره، تخيلوا معانا انتوا اصحاب عمل او عندكم بيزنس اونرز بشكل او اخر، بتدوروا على ايه؟ حاليا معظم البيزنس اونر بيدوروا على 4 حاجات. الكفاءة بشكل أساسي، عشان هو طبعا عايز حد يبقى كفء أو يقدر إن هو يشيل الشغل اللي موجود. المهارات اللي عنده تكون مناسبة للمهارات اللي هو طالبها. الخبرة بشكل أساسي بتفرق والقدرة على التعلم. يمكن آخر واحدة دي بتفرق كتير جدا بين الأشخاص، إن إحنا حتى هتلاحظوها في الانترفيوز، الناس بتقيس هل أنت فعلا تقدر تتعلم وتحل المشاكل دي، ولا you are stiff and fixed mindset. السبيشاليزيشن مهم الحقيقه، انه التخصص مهم، ولكن ان انت تكون خبير في مجال واحد افضل من ان انت تكون متوسط في عده مجالات. هل في ليفل تاني؟ ان انت تكون خبير في مجال واحد وعندك معلومات في المجالات التانية افضل من ان انت تبقى مجرد خبير في مجال واحد. بمعنى اصح، ان انت اختار مهارة تكون افضل واحد فيها في النطاق بتاعك، او بعد كده تطور من نفسك فيها، ومهارات تانية كتير بتضيف لك، عشان زي ما قلنا في الاول الصورة الكبيرة الخاصة بيك فيها عناصر صغيرة جدا انت ممكن ما تاخدش بالك منها، ولكن لما تبعد كده وتبص من فوق هتلاحظ قد ايه هي مهمة. طيب ازاي ابني الديجيتال بريزنس بتاعي او التواجد الرقمي؟ الموضوع بسيط جدا. اولا لازم عشان نبني التواجد ده نبقى فاهمين ان 90% ويمكن اكتر من كده من دلوقتي من الشركات بتبدا ان هي تدور على ناس على الانترنت. يعني مبقاش فيه بقى الورق والكلام ده، لا، كل حاجه موجوده ديجيتال، كل حاجه اونلاين، كل الجوبز تنزل اونلاين، فلازم اكون انا جاهز لحاجه زي كده. ثانيا بناء السمعه. يعني ايه بناء السمعه؟ يعني تبدا ان انت تظهر في الاوساط الخاصه بالتراكس بتاعتك او المجالات بتاعتك بشكل كويس، وده يوفر لك وصول لفرص عمل كتير جدا مش هتسعى لها انت، هي هتجيلك بسبب السمعه دي. طيب الشخص صاحب العمل او الاتش ار بيدور على ايه؟ زي ما قلنا هو بيبص على الجيرني الخاصه بيك، انت كنت فين قبل كده، عملت ايه، اتعلمت ايه، وات ديد يو بوست او نشرت عن ايه، عشان يبقى فاهم الشخص اللي جاي الانترفيو ده الباك جراوند بتاعته عامله ازاي. طب انا ابني بقى البريزنس ازاي؟ عندنا 3 حاجات. اولا من خلال المنصات الاحترافيه زي لينكد ان، وده وضحناه ببساطه، ممكن حتى يكون في سيشن كامله على لينكد ان عشان نتعلم ازاي اصلا نشتغل عليه، وتلاقوا توتوريالز كتير اونلاين تقدروا تستفيدوا منها في حاجه زي كده. تاني حاجه وده ليفل اعلى، ان انا ابني ماي ديجيتال بورتفوليو او الملف الشخصي الخاص بيا او الويب سايت الخاص بيا عشان اقدر اشاركه مع الناس. تالت حاجه ان انا ابني بيرسونال براندنج، علامه تجاريه شخصيه نبدا الناس تريليت ليها وتبقى عارفه مين الشخص ده من خلال بس البراند بتاعه اللي بيظهر على كل المنصات. طب نبنيها ازاي دي؟ ببساطة لازم تحدد رسالة وفاليو انت
بتسترجعها او بترجع لها في اي وقت من الاوقات. بمعنى صح، ايه الموتيفيشن او الحاجه اللي بتبدا يومك وبتشجعك ان انت تكمل اليوم وتعمل الشغل بتاعك. واهم حاجه بي اوثنتيك، هو الناس بتدور على الناس اللي بتطلع المحتوى بتاعها بنفسها، مش محتاج حد بيكوبي اند بيست بس. طبعا هنحتاج ان احنا نشير او نكوبي اند بيست في بعض الحاجات، ولكن دايما خلي الحاجه الاوثنتيك او الاصليه بتاعتك هي دي الاصل في البراندنج الخاص بيك. طيب شويه اسئله مهمه جدا لازم نبقى عارفينها وعارفين الاجابات بتاعتها. اولا، هل الشغل بيعتمد على المهارات التقنيه بس؟ الحقيقه انه لا، ممكن بعض الوظائف تعتمد بشكل اساسي على المهارات التقنيه في الاول، ولكن مع الوقت المهارات الغير تقنيه او السوفت سكيلز يكون ليها دور اكبر، وهو اللي بيفرق شخص عن التاني. تاني سؤال، هل التنقل بين الشركات شيء صحي؟ حقيقة ان لو التنقل ده وفق معايير محددة ووفق تدرج معين هو شيء صحي. ونخلي بالنا ان بنسبة كبيرة ممكن تعدل 25% الاشخاص اللي بيجامب من شركة لتانية في وقت معين بيقدر ان هو يجيت ادفانسد او يترقى او يجيت بروموتد بشكل اسرع من الناس اللي في نفس الشركة وفاضلين طول حياتهم في مكان واحد. فالتنقل بين الشركات مفهوش اي مشكلة مادام هو تنقل مبرر، سواء لابجريد او ريز معين او تغيير في المجال اللي احنا فيه، مادام كل ده بيصب في الجيرني بتاعتي. طيب السؤال الثالث، كيف يمكنني تحسين مستواي في العمل؟ ببساطة شوف الناس اللي حواليك بيعملوا ايه، شوف الناس الاحسن مننا بيعملوا ايه، نتعلم منهم، نطور من نفسنا مرة ورا التانية لحد ما نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه. رابع حاجة، هل التواجد الرقمي او الديجيتال بريزنس بيديني فرص اكبر؟ اظن دي اجابته واضحة، ده بيحصل فعلا. والدليل على كده، شوف كام واحد حواليك قدر ان هو يحصل على وظيفة من خلال لينكد ان او انديد او وظف او اي بريزنس اونلاين موجود حوالينا دلوقتي. بكده نكون خلصنا السيشن بتاعتنا، اتمنى تكون كانت مفيدة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوز تانية كتير. مع السلامة.